ضجيتوا الدنيا بقضية رولان خوري وبت أرابيا، اتهمتوه بهدر المال العام. وصل الأمر عند البعض لاتهامات بالسرقة والاختلاس. بس سؤال، كم واحد منكم شاف قرار الهيئة الاتهامية بجبل لبنان؟ كم وسيلة إعلامية رح تنشر بنفس الحماس يلي نشرت فيه الاتهامات؟ الحقيقة إنه قرار الهيئة الاتهامية برأ رولان خوري من كل التهم. وهون لازم الناس تعرف إنه الملف من بداياته كان حملة بهدف إزاحته من موقعه، ومحاولة لتوريط التيار الوطني الحر بملف فارغ مثل يلي ركبوه. بس القضاء قال كلمته فيه، ومثل كل مرة احتكم التيار للقضاء مش للحملات الإعلامية، وتمسك بمبدأ الدولة برغم إنه السلطة السياسية عم تستهدفه وتحاصره، لأن الاتهام سهل بس الحقيقة أقوى. واليوم بعد ما حكي القضاء صار واجب إنه تنقال الحقيقة كاملة.